عملنا مع بعض الترند الجديد المكشوفة، حاجة كده ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف الوصفة ونشوف الترند الجديد ده بيقول ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طلع ترند جديد كده اسمه المكشوفة والمكسوفة. احنا النهاردة هنعمل مع بعض المكشوفة، وهقول لكم كمان تعملوا ازاي الفرق بينها وبين بين المكشوفة والمكسوفة ايه. خلاص كده ترند كده مكسر الدنيا، قلنا نجربه مع بعض واقول لكم رأيي فيه بصراحة كمان ايه. اول حاجة معايا كده نص كيلو من الكنافة، هقطعها كده صغير قوي. طبعا الكنافه دي ممكن وعايزين طبعا نحمرها، استنوا بس الاول. اي حاجه كده او اي كلكعه فيها نشيلها خالص ونفكها تمام. خلاص كده هنزل عليها بمعلقتين من السمنه، معلقتين 3 كده عشان نعرف نحمرها يعني. خلاص اهو، هنقلبها بقى كويس. ممكن تحطيها في صينيه وتحطيها على في الفرن تتحمر، وكل شويه تقلبيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. بس بصراحه انا انصحك انك تحمريها على البوتاجاز احسن، لانك لو حطيتيها في صينيه وحمرتيها على البوتاجاز هتبقى تحت ايديكي، هتتحكمي انت في اللون. تعالوا بقى نحمرها الاول ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه. بقى كنافه بالشكل ده كده على البوتاجاز اسهل بكتير من انك تحطها في الفرن. شربات تقيل اللي احنا بنعمله للكنافه، وهننزل بقى بشربات او بعسل. انزلي بقى بالكميه يعني معلقتين 3 كده من الشربات التقيل اللي بنعمله للبسبوسه، او عسل لو ما عندكيش شربات براحتك يعني. طبعا التحليه زي ما انت عايزه. انا سبتها يا دوبك الكنافه هديت شويه. هقلب بقى الكنافه بتاعتي كويس قوي كده، بحيث ان هي تتشرب كلها بالعسل اللي انا حطيته لها، علشان لازم تتماسك كويس يعني. لو نسبه الشربات قليله قوي مش هتعرفي تخليها تتماسك في القالب كويس. خلاص هقلبها كويس كده. قلبناها كده مع الشربات او العسل، هنركنها بقى على جنب. هنجيب بوله مدوره زي كده. البوله اللي عندك بقى، بصي ما تقيديش نفسك بحاجه، هي المفروض ان هي بتبقى يعني زي الكوره كده. خلاص هنحط فيها كيس. عندك اللي هو البكر الاسترتش تمام، ما عندكيش اعملي زي حالاتي كده، افتحي كيسين سندوتشات بالشكل ده. هنحط سلطانيه في النص اهو، في النص بالظبط كده. هي اكياس ديت عشان تساعدنا بس لما نيجي نخرجها. خلاص كده يعني اكياس او اللي هو الاسترتش زي ما تحبي. خلاص وهاخد بقى من الكنافه اللي احنا حمرناها وهنحط بالشكل ده كده اهو. حطيت بقى الكنافه بالشكل ده، واتكي عليها اضغطي كويس قوي، علشان احنا عايزين نعملها كده ايه، متفرغه من جوه بالشكل ده كده. خلاص اضغطي عليها كويس قوي، هي هتتماسك معنا مع الشربات وكده. تبصي تلاقيها ايه، تماسكت كويس قوي. عملناها بقى بظهر المعلقه كده لحد كلها ما اتكبست في بعضها بالشكل ده، وعملناها حرف بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. هروح احطها بقى في التلاجة شويه تتماسك، وتعالوا نعمل الكريمه مع بعض. هنعمل الكريمه بقى مع بعض. معايا كوبايتين من اللبن، هنزل عليهم بمعلقتين من الكاستر. ممكن الكاستر لو فاتح يكون احسن، لو الابيض يعني، بس اللي عندي متوفر الحقيقه الكاستر اللي هو لونه اصفر ده، بس ممكن نحط بداله نشا لو مش حابين اللون الاصفر. وهنزل عليها بقشطه من اللي هي وش اللبن. طبعا هي ما بتبقاش مسكره قوي من جوه علشان احنا حاطين على الكنافه سكر، فهنزل بمعلقه واحده تقريبا من السكر، وهنزل عليها بظرف من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا السائله. هنروح نحطهم على النار بقى يتقلوا كده مع نفسهم، وتعالوا نعمل كريم شانتيه. معايا كوبايه، نص كوبايه من اللبن، هنزل عليها بكيس كريم شانتيه. وممكن الكريم شانتيه اللي من غير سكر لو انتوا حابين يبقى ايه زي اللي بتجيبوها بالظبط من المحل. خلاص هنخلط الكريم شانتيه مع نص كوبايه اللبن الساقعه كده. بسم الله. كده جهزنا كمان الكريم شانتيه بقى، ونحطه في التلاجة ونجيب الفراوله نقطع حبه حلوين كده من الفراوله بالشكل ده كده. قطعنا بقى الفراوله وركناها على جنب. وتعالوا بقى الكريمه كمان اهي خلصت معانا، بس هحط اضافه علشان احنا هي ما شاء الله تقيله اهي، بس برضه هحط اضافه كده عشان لما نيجي نقطعها تبقى متماسكه. عندي معلقه هنا من الجيلاتين، هحط كمان معلقه عليها من الجيلاتين البودر، وهندوبها وهنحطها على الكريمه بتاعتنا. طبعا مش شرط كاستر، ممكن تحطي نشا زي ما اتفقنا وقشطه، وتعملي احلى مهلبيه برضو تضيفيها يعني مع الكريم شانتيه. هنقلب بس الجيلاتين كده لحد ما يدوب كويس قوي. دوبنا بقى الجيلاتين، وهننزل على المهلبيه اللي عملناها، هنقلبها كويس قوي كده ونسيبها على جنب تبرد، عشان دي هنقلبها لسه مع الكريم شانتيه.
جهزنا كل حاجه بقى كده وركناها على جنب. تعالوا نشيل الطبق اللي حطيناه في النص كده ونظبط الدايره بتاعتنا. اول حاجه بقى هنروح حاطين كده كام واحده فراوله في النص بالشكل ده كده. هنركن دي بقى على جنب ونروح نجيب الكريمه والكريم شانتيه ونقفل بقى الوصفه بتاعتنا الحلوه دي. بعد ما سيبنا بقى الكريمه تبرد شويه هنزل عليها بالكريم شانتيه اللي ضربناه مع بعض كده. هخفض بقى هضرب الخليط ده كله مع بعض. بعد ما ضربنا بقى الخليط بتاعنا بالشكل ده كده، مش عايزه اقول لكم طعم الكريمه دي طعمها حلو جدا جدا جدا. هنزل بكميه من الفراوله اللي انا قطعتها هقلبها معاهم كده اهو. وهننزل بنص الكميه تقريبا، يعني هننزل بشويه كده في النص. بسم الله. في المرحله دي بقى بيحطوا حته من بيعملوا قطعه من الكيكه، بس الحقيقه يعني مفيش حد يقعد يعمل كنافه ويقعد يعمل كيكه والكلام ده كله، فانا قصرت على نفسي وجبت حتتين كيكه كده من السوبر ماركت هوريهم لكم. جبت قطعتين كيك كده من السوبر ماركت وهقطعهم بالشكل ده على وش فوق الكريمه، يعني تعمل طبقه تانية عشان يبقى شبه الطبقه بالظبط اللي بتجيبوه من بره. اصله بصراحه بيتباع يعني ب 700 جنيه، فالموضوع اوفر قوي. 700 ليه مش عارفه الصراحه. هقطع الكيك وارصه بالشكل ده كده. رصينا بقى قطع الكيك بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى الفرق بين المكسوفه والمكشوفه. احنا هنعمل دي المكشوفه. طب المكسوفه ايه فرقها؟ الفرق انك بتحطي بدل الكريمه البيضه بتحطي كريمه شوكولاته، يعني بتعملي كريمه شانتيه بالشوكولاته وبتعملي كريمه بالشوكولاته، وبتحطي الكيكه دي كيكه بالشوكولاته، والحته اللي فوق بتغطيها بقطعه شوكولاته مدوره، وهو ده الفرق بين المكشوفه والمكسوفه. فانا قلت اقول لكم عليها بالمره عشان لو حد حب يعملها يعني. وبتحشيها من جوه بدل الكيكه البيضه بكيكه بالشوكولاته. هننزل بقى ببقيه الكريمه كلها كده بالفراوله، هننزل بيها كلها كده فوق الكيكه. بعد ما حطينا بقى الكريمه عايزين بقى نغطي الجزء ده كله كده كويس. هنعمل ايه؟ معانا بقيه الكنافه اهي. هناخد بقى من بقيه الكنافه بسم الله الرحمن الرحيم كده وهنفردها على الوش بالشكل ده اهو. غطينا بقى كده الكنافه بتاعتنا كلها، ومن الجناب كمان الحتت اللي هي طالعه دي علشان لما نقلبها تبقى مظبوطه. خلاص كده. وهغطي بقى بالكيس حلو قوي كده وهدخلها التلاجة تتماسك في التلاجة من المغرب لحد الساعة 2 بالليل. يعني احنا دلوقتي الساعة 2 بالليل. تعالوا بقى نفضيها كده. بصوا ما شاء الله على شكلها. هقلبها بقى على طبق كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نشيل بقى الكيس اللي حطيناه ده. بصوا بقى الجمال بسم الله ما شاء الله. طالع تحفة. بسأل نفسي الصراحة يعني ايه 700 جنيه؟ ليه حضرتك؟ ليه 700؟ يعني شوية كنافة وشوية كريمة. تعالوا بقى بعد ما قلبناها كده نزينها بقى بالفستق الكداب بتاعنا اللي كنا عاملينه مع بعض. بسم الله اهو بالشكل ده كده. حاجة بسيطة يعني مش هنحط كتير. ده بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهنقطع حتة مع بعض عشان نشوفها من جوه. بسم الله. بصوا بقى شكلها من جوه بيبقى عامل ازاي. بسم الله. بصوا ما شاء الله عليها تحفة. حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك. شكرا ليكم. السلام عليكم.